يبدأ الفيلم في المطار مع المصورة الكبيرة أليكس وكمان طبيب جراح بن. أليكس راحت تشوف رحلتها لقيتها اتلغت بسبب العاصفة الثلجية، ودي كانت مشكلة عشان فرحها تاني يوم. هنا بن بيتكلم مع منظم الرحلات بيقول له أنا لازم أسافر النهاردة عشان في طفل عنده 10 سنين أنا لازم أعمل له العملية واستحالة تتأخر. هنا أليكس سمعته وهو بيتكلم فراحت تتعرف عليه بتقول له أنا عندي اقتراح يحل مشكلتنا احنا الاتنين. خدته وراحت لطيار خاص اسمه والتر وبتقول له انا لازم اسافر عشان اقدر اتجوز هو كمان يعمل العمليه. فقال لها انا عاوز $800. فقالت له ماشي احنا موافقين. بدات الرحله وولتر بيقول لهم احنا طايرين فوق 1,000,000 فدان. وهنا بن واليكس بيتعرفوا اكتر على بعض، كانوا مستغلين $800. وهنا والتر كان بيبلغهم عن رقم الرحله، جاله نوبه قلبيه وفقد السيطره على الطياره. هنا بين حاول يساعد الطيار لكن ملحقش والطياره بتصدم في التلج. وهنا بين بيفوق بيلاقي الطيار ميت واليكس مغمى عليها. اليكس متصابه في رجليها وبين بيعالجها وبيقوم يولع نار عشان يتدفى من التلج اللي هم فيه. وتاني يوم اليكس بتفوق وبيحكي لها بين على كل اللي حصل وبيقول لها احنا معانا اكل يكفينا لحد ما ربنا يسهل، وبالنسبه للميه احنا ممكن ندوب التلج ونشربه. وهنا بين بيدفن والطر. بعد شويه بيلاقي طياره معديه بيجري على مسدس الشعله عشان يلفت نظرهم ولكن مفيش فايده. ويجي الليل ويروح المكان تحطم الطياره لان ده المكان المناسب. وهنا بيولعوا في كل الورق اللي معاهم عشان يتدفوا عليه. وبن بيقول لأليكس معلش ان كنت السبب في ضياع حفل زفاف، تقول له ان المشكله كلها ان محدش يعرف عننا حاجه وان احنا عايشين او لا. تاني يوم أليكس بتقول له احنا لازم نتحرك ما ينفعش قاعدين كده. لكن بن كان ليه راي تاني وبيقول لها ان هنا المكان الامن الوحيد ولازم نستنى لما حد يجي ينقذنا. ولكن أليكس بتلح عليه ويقول لها خلاص انا هطلع الجبل واشوف اي طريق. ولما طلع بيبص حواليه مفيش الا جبال وهو نازل راح متزحلق ولكن الحجره هي اللي انقذته. في نفس الوقت أليكس قاعده في الطياره بتقلب في المحفظه وبتبص على صور. وفجاه الكلب اللي معاها فضل ينبح لانه كان حاسس ان في حيوان بره. لما الكلب طلع بره فضل يصرخ وفجاه دخل عليها قط كبير. وهنا أليكس اتصرفت وضربت عليه مسدس الشعله. ان سمع الصوت وجري على الطياره. أليكس فضلت تحكي له على اللي حصل. طلع بره لقى القط ميت. هنا بن فرح ان معاهم اكل يكفيهم 10 ايام. وأليكس هنا بتلح عليه عشان ينزلوا من الجبل عشان ممكن يجي لهم اشاره. بن بيقول لها المكان بره خطير جدا وانا كنت هقع من على الجبل. وفضلوا يتخانقوا مع بعض. يقول لها انت السبب في كل اللي احنا فيه دوت لانك خدتيني معاك الرحله دي. تاني يوم بتقوم تاخد الكلب معاها تدور على المساعده. بتسيب له ورقه في الطياره بيقوم بن يقراها بتقول له انا لو وصلت للمساعده هاجي اساعدك. لما بيطلع يدور عليها بيلاقي اللاسلكي اللي في الطياره مكسور. وبعد شويه بين بيلاقي أليكس وبقول لها انا هكمل معاك الرحله ولكن العاصفه بتكون قويه. وهم ماشيين بيلاقوا كهف بيقرروا يقعدوا فيه. وبالليل بيقول لها معلش ما كانش قصدي ان انا اضايقك. وبيقول لها انا شفت اللاسلكي لكن مكسور. وتاني يوم أليكس بتشوف بالكاميرا الطريق اللي هتمشي منه ولكن بتحس انها شافت الطريق وبتوريه البن. وبعدها بيتحركوا يروحوا هناك. في الاخر بيلاقوه مسدود وبيكون تحتهم نهر. وبيرجعوا تاني طول الطريق عشان يشوفوا اي طريق تاني يطلعوا منه. ولكن الاتنين بيتعبوا جدا وبيقرروا انه ياخدوا استراحه. وبيشوفوا ان في اشاره للموبايل او لا. وبتطلب من بن انه يشغل موسيقى حتى لو دقيقه واحده عشان البطاريه ويناموا لتاني يوم. ويصحوا لتاني يوم يدوروا على طريق يوصلهم للمكان اللي شافوه في الكاميرا. بن بيطلب منها انها تصور الجبال عشان لو مات يكون دي اخر صوره ليه. لكن أليكس بترفض انها تصور وبتقول هي كانت مسافره وقابلت بنت كانت بتحكي لها عن حبيبها. وأليكس اديتها روج عشان لما تقابل حبيبها. وبعدها بفتره حصل انفجار وراحت عشان تصور المكان. وراحت عشان تصور لقت البنت بتموت وبدل ما تنقذها راحت صورتها. وعشان كده قررت انها ما تصورش في ظروف زي دي. وبعدها بيكملوا طريقهم وبن بيخليها قاعده وبيروح يدور على الكلب اللي اختفى من حواليه. وبن بيلاقي بيت صغير في وسط التلج وبيروح عشان يخبط بيلاقي البيت مهجور. في
نفس الوقت اليكس بتكتشف انها واقفه على بحيره متجمده، ثلج بيتكسر وبتنزل في الميه، ولكن بين على اخر لحظه بيروح ينقذها وبياخدها للبيت المهجور، خلاها الدفايه وفضل يهتم بيها وهي فاقده الوعي، وعمل لها حقنه محلول من الحاجات اللي لقاها في البيت عشان صحتها تتحسن، وفضل جنبها لحد ما فاقت. بيكون عدى على اختفائهم 3 اسابيع. تاني يوم بن بيدور على خشب عشان يولعه، والكلب بيجري ولا ارنب عشان يمسكه لكن مش بيعرف، لكن بن بيتعصب عشان ما عرفش يمسك الارنب. وفي نفس الوقت اليكس بتسمع التسجيلات اللي على الموبايل، بيتعصب بن وبياخده منها وبيتضايق ان هي سمعت التسجيلات من غير اذنه. بتقول له انا ما اقصدش ان انا ازعلك، لكن كنت عايز اعرف عنك لانك مش عايز تتكلم. بيقرر انها تسمع التسجيلات تاني وبتعرف ان زوجته اتخلت عنه. بن بيقول لها التسجيلات دي من سنتين ومن ساعتها ما سمعتهاش تاني. بيصعب على اليكس وبتحاول تهون عليه وبيحسوا بانجذاب ناحيه بعض، ويكملوا رحلتهم على امل انهم يلاقوا طريق. اليكس بتمشي بالراحه بسبب رجليها وبينامها على خشبه ويجرها لكن بيتعب. بيجي الكلب يشد بن ناحيه حاجه معينه، بيروح بن معاه بيلاقي مدينه قريبه، بيرجع تاني عشان يجيب اليكس لكن الكلب بيضيع منهم تاني وبيروح عشان يجيبه وبيقع في فخ، واليكس بتيجي تساعده ومش بتعرف، وبيطلب منها انها تروح المدينه عشان تطلب المساعده عشان الفخ مربوط في الشجره في حديده. تروح تشوف المساعده بتلاقي مخزن خشب، بترمي نفسها قدام عربيه ينقذوا بن، واول ما بيفتح عينه بيروح يدور على اليكس يطمن عليها، بتقول له احنا عايشين وموتناش في الجليد. وبيدخل عليهم مارك ويقول له شكرا انك ساعدت اليكس وهي تعبان. بعدها بيخرج بن وهو متضايق وزي ما يكون بيودع اليكس وبيدخل اوضته وبيعيط. بعد ما بيخف بيرجع بيته وياخد الكلب معاه، وبيرجع شغله وبيعيش وحيد من تاني، ومش بيرد على مكالمات اليكس عشان ما يهدش حياتها عشان هي مخطوبه والمفروض هتتجوز شخص تاني. ومارك بيلاحظ ان اليكس متغيره عليه وبيقول لها انا مقدر اللي انت فيه بسبب اللي حصل له، وهو طول الوقت بيفكر فيها. وهنا بتحمد الصور وتبعت جزء منها لبن، توصل له الصور في المستشفى وبيتفرج عليها، وبيلاقي صوره لجناح الطياره وصوره للكلب وصورة ليه هو نايم، كاتباله ان هو الوحيد اللي هيفهم ذكرى الصورة دي. بيتصل بيها عشان يقابلها، ويقابلوا بعض ويكونوا مبسوطين. وهنا بن بيطمن على الجرح اللي في رجليها وبيقول لها ان هو رجع شغله تاني ومتحفظ على الكلب بتاعها، ويسألها على الفرح بتاعها. بتقول له احنا سيبنا بعض، تقول له انا كنت بتصل بيك عشان اقول لك، ولكن هو بيقول لها ما كنتش عايز ارد عليك عشان ما اعرفش ان انت اتجوزت. ساعتها كان هيخسر الامل اللي كان عايش عليه زي ما خسر سارة. لما بعتت له الصور حس ان هو عايز يقابلها، وهي حست انها بتحبه عشان كده فضلت تتصل بيه لكن ما كانش بيرد، وحاولت تتأقلم على العيشة من غيره ولكن كانت بصعوبة. بعدها بيخرجوا من الكافيه وبيقول لها احنا كنا عايشين عشان خاطر حبنا لبعض. بترد عليه بتقول له احنا لما كنا في الجليد ما كانش فيه غيرنا هناك عشان كده اتأقلمنا على بعض، وان مفيش حب بينا وكل واحد بيودع التاني وبيمشي في طريق. بيكونوا زعلانين جدا انهم هيسيبوا بعض وكل واحد فيهم بيرجع لاتجاه التاني ويرجعوا يحضنوا بعض عشان الفيلم ينتهي النهاية سعيدة. ويلا سلام.